على الواتساب يوميا الاقي مرضى باعتين لي يقولوا لي احنا شفنا الفيديو الفلاني ده، علاج الخشونة بالخلايا الجذعية، علاج الخشونة الدرجة الرابعة وإعادة الركبة إلى طبيعتها بالعلاج الطبيعي، علاج الركبة بالحجامة، علاج الركبة بسم النحل. والاقي أبحاث والدكاترة طالعة تتكلم. الحقيقة حبيت أقول لكم مش كل ترند تمشي وراه. أهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. الإنترنت هو بالظبط كأنك نزلت الشارع تسأل الناس، وبالتالي لما حد يقول لي انا شفت على جوجل او يبعت لي فيديو ويقول لي ده في دكتور طالع بيقول كذا، ما هو دكتور زيه زيك، هقول له ببساطة اولا لازم تشوف مؤهلات هذا الدكتور، ثانيا لازم تشوف الكلام اللي هو بيقوله ده الغرض منه ايه. يعني فيديوهات شهيرة جدا تطلع المريض بوشه ويقعد يتكلم على اللي عمله الدكتور اللي محدش تاني بيقدر يعمله، انه قاعد يلف قبله، ده كده في علامة استفهام اوتوماتيك. انا دايما بقول للناس مفيش دكتور في تخصص معين. لو جبنا دكاتره الروماتيزم بتوع مصر معظمهم الغالبيه العظمى قريبين من بعض، محدش عنده علاج سحري، محدش عنده حاجه في جيبه، كل اللي فيه ان كل واحد بيمتاز بحاجه، وكل واحد شايف المريض في مرحله مختلفه عن التاني. وانا مش كده بقلل من حد ولا برفع من حد ولا برفع من نفسي ولا بقلل من نفسي، انا بقول الحقيقه. لازم 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 تثق في الدكتور المعالج بتاعك. اذا حسيت انك مش مرتاح معاه دي مسألة تانية، وحبيت تاخد سكند اوبينيون او رأي تاني برضو دي مسألة ما فيهاش كلام. لكن انك تمشي ورا ترند او تروح تدفع فلوس في اكسجين نشط او في حجامة او في جلسة علاج طبيعي تتكلف قد كذا، او علاج الام جلسة ب20,000 جنيه، انا شفت الكلام ده كله، عندي مرضى جم. او دكتور يقولك هدخلك المستشفى 3 ايام وهعمل لك فحوصات في كل حاجة ويكلفك 100,000. كل هذا الكلام هو من قبيل النصب الطبي، وانا كده مش بتعدى على حد. انا حبيت بس انبهكم ان ما تبقوش مادة اي حد يقدر يستغلها. ودمتم سالمين.